جامعة سينا مبدئيا كده، جامعة سينا هي جامعة خاصة، يعني هي لا هي حكومية ولا هي أهلية، هي جامعة خاصة. أول سؤال المفروض هنسأله لو جينا نتكلم عن جامعة سينا، وهو أول سؤال المفروض تسأله لو أنت بتدور أو بتعمل سيرش عن أي جامعة ناوي تدخلها: هل الشهادة بتاعت الجامعة دي معتمدة ولا لأ؟ لأن لو الشهادة مش معتمدة خلاص يبقى الجامعة بحد ذاتها أو الدراسة في الجامعة دي ملهاش لازمة، وابدأ سيرش في حتة تانية. مبدئيا كده بالنسبة لسؤال معتمدة ولا لأ، فده هينقسم لقسمين. القسم الأول: شهادة جامعة سينا معتمدة جوه مصر ولا بره مصر؟ لو جينا نقول جوه مصر، فشهادة جامعة سينا معتمدة جوه مصر ومعترف بيها من يعني لجنة الاعتماد في مصر، فلا هي جامعة معتمدة، شهادتها تقدر تشتغل بيها في أي حتة في مصر. لكن لو جينا نقول بره مصر، فأنا عايز أقول لك السؤال هيبقى 50-50، أو الإجابة هتبقى 50-50. يعني إيه؟ يعني هي معتمدة في أماكن أو في دول بره مصر، لكن مش كل الدول. يعني لو جينا نقول كدول عربية، فأغلب الدول العربية جامعة سينا قدرت تحصل على الاعتماد فيها. بعض الدول زي الكويت مثلا لا، جامعة سينا ما حصلتش على الاعتماد فيها. طيب بالنسبة بقى للدول الأوروبية، أو لو حد حابب يسافر ألمانيا أو الدول دي، فإيه نظام الاعتماد فيها؟ أنا عايز أقول لك بوينت: أغلب الجامعات في مصر أصلا حاليا تعتبر انها مش معتمده، لكن انت لما بتيجي تسافر ليها قبل ما تسافر بتعمل حاجه اسمها معادله كده. المعادله دي بقى هي اللي بتحدد هتسافر ولا لا. ففكره الاعتماد الخارجي دي ما بقتش فكره، يعني اللي هي ايه الحاجه اللي انت تدور عليها بشكل اساسي، لان اي دوله تيجي تسافر لها بعد كده لازم هتعمل المعادله دي وعلى اساسها هتسافر. عايز اقول لك ان الموضوع واصل، يعني مش مصر بس اللي كده، لا انت لو في السعوديه، في ايا تكن الدوله التانية، وعايز تيجي تدرس في مصر، فبتعمل برضو نفس موضوع المعادلة دي، وبيبدأ يحددوا هتيجي مصر ولا لا. فموضوع الاعتماد الخارجي ده حاجة مهمة، لكن مش العائق اللي يخليك تسيب الجامعة، لان كده كده موضوع المعادلة ده متاح وتقدر تعمله بعد ما تخلص لو انت حاطط فكرة السفر في دماغك. تاني حاجة لازم تعرفها ان جامعة سينا هي في سينا، وكونها في سينا دي مشكلة من حيث حاجتين: حيث ان انت المسافة تبقى بعيدة جدا ايا تكن انت منين من مصر، الا لو كنت من الاسماعيلية او من سينا، لان دول اقرب حاجة ليها تقريبا. ما عدا ذلك ففكرة ان انت تسافر سينا هتبقى مش الطف حاجة، او ان انت تحاول تروح وتيجي كل يوم دي هتبقى صعبة جدا، فغالبا اغلب الناس هياخدوا سكن. مش كل الناس بيحبوا موضوع السكن ده، ودي بتبقى اغلب المشاكل اللي في جامعات زي جامعة سينا، جامعة الجلالة، جامعة الملك سلمان، الجامعات اللي بتكون على حدود مصر دي. فانت غالبا بيكون الموضوع مش اسهل حاجة بالنسبة ليك. فلو انت من الاشخاص اللي رافضين فكرة السكن تماما، فانت من الاشخاص اللي رافضين فكرة سينا تماما. ومع ذلك احب اقول لك ان انا اعرف ناس في جامعة سينا بيروحوا وبيرجعوا كل يوم، منهم بنات حتى، بس الموضوع بيكون صعب، مش اسهل حاجة، وما انصحكش بيه الصراحة. طيب بالنسبة بقى للسكن، لو انت دخلت سينا فانت هيبقى عندك ثلاث انواع من السكن. السكن الاولاني اللي هو السكن الداخلي بتاع الجامعة، ده يعني هيكون امن حاجة بالنسبة ليك، ومنفصل، الولاد منفصلين عن البنات، ويعني سكن متكامل. لكن الفكرة ان هو سعره غالي شويتين تلاتة اربعة. في بقى السكن الخارجي اللي هو خارج الجامعة، والسكن ده يعني بيتنوع في السعر. فلو انت عايز حاجة يكون سعرها رخيص جدا، ففي سكن حاجة اسمها سكن الشرطة، بس ده عيبه شويتين تلاتة ان هو ايه بيكون مختلط ما بين الولاد والبنات. فلو بنات هيروحوا بيكون مش الطف حاجة، لان مش احسن حاجة للبنات يعني، لكن الولاد مش هيفرق معاهم حاجة زي دي. طيب في بقى سكن تاني لا بيكون منفصل برضه، وبيكون اسعاره اقل من سكن الجامعة بس اعلى من سكن الشرطة. اغلب الناس بقى اللي واخدين سكن سالتهم عن السكن بحد ذاته، قالوا لي لا، ان السكن يعني شبه متكامل، كل حاجه متوفره فيه، يعني بيكون كويس جدا، ما فيهوش اي مشاكل، غير المشاكل الطبيعيه اللي هي بتكون موجوده في السكن، زي ان انت لازم تعمل اكلك بنفسك، زي انت بتتعامل مع ناس جديده. الحاجات دي لو انت مش متعود عليها بتكون رخمه ايا تكن السكن بتاعك فين. بالنسبه بقى للتخصصات اللي موجوده في جامعه سينا، فجامعه سينا فيها التخصصات اللي هي اغلب الكليات اللي موجوده: طب، صيدله، علاج طبيعي، تمريض، حتى كليات هندسه. كل الحاجات دي موجوده فيها، وعرضكم يعني الصوره اللي انتم شايفينها دي المفروض بتكون بتعرض اغلب الكليات اللي موجوده فيها. سؤال مهم جدا: جامعة سينا فيها منح؟ يعني لو انا جايب مجموع عالي شوية بس ما وصلش ان انا مثلا اجيب مجموع كلية طب او مجموع كلية صيدلة، هل ممكن ادخل بمنحة؟ ايوه يا صديقي، الموضوع ده موجود، بس جامعة على فكرة موجود في اغلب الكليات الخاصة والاهلية وكده، بس في شوية شروط في جامعة سينا، او شرط زيادة عن الجامعات التانية، وهو ان انت لازم تكون في المنطقة المحيطة بجامعة سينا، يعني يكون ده انت اصلا من سكان الاسماعيلية او من سكان سينا نفسها. ده شرط رخم شويه كان موجود، فحبيت اعرفه ليكم. بالنسبه بقى لمصاريف الدفع، فجامعه سينا هي من الجامعات الخاصه اللي سعرها يعني مش اوفر، مش زي مثلا الجامعه البريطانيه ولا الجامعه الالمانيه. في نفس الوقت هي يعني مش ارخص، هي بتكون في الوسط، اسعارها دايما بتكون متوسطه، وبتكون مش عاليه قوي، بل تكاد تكون اسعارها قريبه من اسعار الجامعات الاهليه.
جامعة سينا فيها ميزة حلوة جدا، المصاريف الإدارية بتاعتها بتدفع في أول سنة بس. يعني مش هيجي السنة التانية يقول لك هندفع مصاريف إدارية تاني، والسنة التالتة يقول لك مصاريف إدارية تالت، لأن الموضوع ده بيبقى في بعض الجامعات الأهلية زي جامعة الجلالة اللي أنا فيها بيخلوا المصاريف الإدارية معاك تقريبا كل سنة، فالموضوع ده بيبقى رخم. في حاجة تانية برضو بالنسبة للمصاريف في جامعة سينا، إن أنت ممكن تدفع على 4 أقساط. يعني لو فرضا مصاريف الجامعة 100,000، فأنت ممكن تدفع 25 في 25 ل4 مرات. تعال بقى نتكلم كده عن مميزات وعيوب الجامعة.